أبو محمد من السعودية يقول: أحيانا أجد يعني هناك في المسجد الحرام أناس يلبسون ثياب الإحرام فوق ملابسهم العادية. يقول: لما سألتهم كيف هذا؟ قالوا: إحنا على أساس نصلي داخل المسجد الحرام لأنه ما يسمحوا لنا إلا إذا كنا محرمين. فقلت يعني تكلمت معهم، يريد كلمة. يا أبو محمد بارك الله فيك، أنا تكلمت والله في هذا كثير، تكلمت على مسائل المخالفة في استصدار تصاريح الحج، لأن بعض الناس يتحايل ويكذب. تكلمت على مسألة الصلاة في المسجد الحرام بمثل هذه الطريقة حتى لو خلع ثيابه ولبس ثياب الإحرام، أيضا هذه خدعة. ما دام أنك أنت الآن اعتمرت ولله الحمد، ما في داعي أنك تضيق على الناس. وهناك يعني الجهات المختصة جزاهم الله خير يقومون بحسابات، يعني المسألة ليست هكذا عفوية، عندهم برنامج ومحسوب يعني العدد والطاقة الاستيعابية اللي في صحن الكعبة واللي في المسجد الحرام. فلما يجي الناس ويتساهلون في مثل هذا بيربكون الواقع. وبعدين يعني بالله عليك، هل تنال طاعة الله بمعصيته؟ الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هم ما مصلحة المصلين، مصلحة المعتمرين، مصلحة يعني من جاء بنسك. فإذا الناس كلهم يعني تحايلوا بمثل هذه الطريقة أصبحت الدنيا فوضى. والمسلم ما يفعل هذا الشيء، يعصي الله عز وجل علشان يصلي أو يطوف حول الكعبة. فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يبتعدوا عن مثل هذه الأساليب. أنت الآن أيها المحتال، لو صليت في منطقة الحرم الحمد لله أخذت أجر صلاة 100,000 صلاة كأنك في الحرم، وهذا هو القول الراجح. يعني لو صليت في الفنادق لك 100,000 صلاة. لو صليت في منطقة الحرم، المنطقة هذه اللي فيها العزيزية وفيها كذا، أنت أخذت 100,000 صلاة ولله الحمد والمن. فاتقوا الله، يعني ما في داعي. طاعة الله ما تنال بالحيل والمكر والخداع والغش والكذب. كيف يرضى مسلم أنه يلقى الله عز وجل وهو بمثل هذه الطريقة يتحايل على فرائض الله؟ أسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. سلمان من الشارقة بارك الله فيه يقول: عنده وسواس قهري، يقول: فعلت ذنب عظيم لا يغفر إلا بالتوبة. يقول: أنا تبت ولله الحمد وأنا أصلي وكذا ورحت للمستشفيات. يقول: يعني يسكنني خوف شديد. يقول: ما العمل؟ سلمان بارك الله فيك ورضي الله عنك، صلى الله تعالى أن يبعد عنك شر الشيطان وتوهين الشيطان وشرك الشيطان وشر الشيطان. أنت على خير يا سلمان، أنت على خير ما شاء الله، اللهم بارك، مصلي ومحافظ على الصلوات، وقعت في ذنب وتبت منه. تعلم بأن الله تعالى غفار للذنوب. يقول جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أرأيت الشرك أعظم ذنب عصي الله به، إذا تاب منه العبد تاب الله عليه، تاب الله عليه. وما بشرط تقول والله إلا قبل التوبة، الآن تبت تاب الله عز وجل عليك. ولذلك يا سلمان أنت تحتاج إلى تقوية حسن الظن بالله عز وجل، يكون عندك حسن ظن بالله عز وجل. كيف حسن الظن بالله؟ أن تتيقن يقين بأن الله تعالى الذي وعد أن يغفر للمذنبين إذا تابوا وللعاصين إذا أنابوا، أن الله غفر لك. هذا حسن الظن. إياك ثم إياك أن يوهمك الشيطان بأن الله ما غفر لك، لأنه يريد الشيطان أن يوقعك في سوء الظن بالله. ومن أساء الظن بالله فهو على خطر. لذلك بارك الله فيك، أنت على خير، أنت على خير ما شاء الله عليك. إذا عندك مشاكل نفسية أو شيء لا بأس تزور العيادات النفسية، ترقي نفسك، استمر بالرقية على نفسك، قراءة الفاتحة وآية الكرسي والقواقل باستمرار، أو تكلم الوالدة تقرأ عليك والوالد يقرؤون عليك بارك الله فيك، أو تستعين بأحد الرقاة الشرعيين اللي على المنهاج السليم والطريق القوي المشهورين بسلامة التدين والأخلاق، يرقونك ولله الحمد. أحسن الظن بالله. عندك مشكلة يا سلمان في قضية حسن الظن بالله، لابد أن تعتقد وأن تجزم بأن الله جل وعلا يغفر الذنوب، وأن الله تعالى يبدل السيئات حسنات. الشيطان ما يترك الإنسان، لأن الإنسان في معركة مع الشيطان. شوف سبحان الله، يأتي الإنسان فيوقعه في الذنب، فإذا تاب الإنسان بالذنب يبدأ يجعله يسيء الظن بالله، يقول له: طيب هذا الذنب عظيم، أنت كيف يغفر الله لك؟ قل: اخسع عدو الله فإن الله تعالى غفار للذنوب. قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وحاول أن تنعتق من الوحدة يا سلمان، وتخرج تحضر حلق الذكر ومجالس العلم، وتشهد الدورات، وتمارس الرياضة زين، المشي ولعب الحديد مثلا، والذهاب في الأماكن اللي فيها له بريء. انعتق عن هذا. القوقعة داخل البيت والانكفاء على الذات هذا مضر
مضر بك. الحمد لله الديرة والبلد مليانة ذكر وحلق القرآن ولله الحمد، وأيضا الأماكن التي يستطيع الإنسان من خلالها أن يمارس الله البريء. هذه وصيتي لك يا سلمان، وأسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء العاجل.